ازيكم عاملين ايه؟ تيجوا نعمل مع بعض الكريم كراميل السادة والكريم كراميل بالجيلي بطريقة اقتصادية جدا. فعلا اقتصادية. بيضتين اتنين وكوبايتين لبن واتنين رغيف فينو. ايوه فينو. انا استغربت كده زيكم اول ما شفت الموضوع، بس قلت نجربه ونشوف حلو ولا لا. طلع تحفة. اولا باكو جيلي، هنحط عليه كوباية وربع تقريبا مية سخنة. هنقلب كويس قوي ونركنه دلوقتي لان احنا محتاجينه بارد خالص. بعد كده الكراميل بتاعنا، انا حطيت كوباية سكر على النار تكون هادية. لما يبدأ يتكرمل كده ويبان لون عسلي هبدأ اقلب، ما تقلبيش قبل كده. قلبي بقى والنار تكون هادية معاكي لحد السكر ما يدوب خالص ويبقى لونه بقى ذهبي فاتح كده، ما يبقاش غامق معانا علشان ما يبقاش لون وحش ولا ممرر. قلبي بقى كده لحد السكر ما يدوب خالص وياخد اللون ده. نزليه بقى دلوقتي. هننزله هو بالدرجة دي كده لأن خدي بالك وانتي حتى بتنزليه وبتحطيه في القوالب هو بيكمل سوا وبياخد لون أغمق شوية، فنزليه أفتح درجة من اللي انتي عاوزاه. حطيت بقى في القلبين بتاعي كده. كل قالب هاعمل له مقدار. القلب الصغير هاحطه كريمة سادة، والقالب الكبير هاحط عليه الجيلي. حطيت بقى رغيفين الفينو في الخلاط أهو، ودي حاجة غريبة أوي. وحطيت عليه كوبايتين مَيّة سخنة شوية، والبيضتين، والفانيليا، والسكر. بس أنا بقى نسيت السكر، ضربته في الخلاط جامد كده وخلاص هاحطه في القالب وافتكرت إن أنا ما حطيتش سكر. وربنا ما يقطع لي عادة، أنا أول مرة عملت الكريم كراميل في حياتي عملته كده من غير سكر نسيته. بس المرة دي كويس إن أنا افتكرته. حطيت السكر أهو بعدين، وبعدين بقى إيه، ضربته تاني وصفيته بالمصفى. وحطيت بقى الكمية دي أول مقدار، حطيته في القالب الصغير. بعد كده عملت مقدار تاني بنفس الطريقة وحطيته في القالب الكبير. حطيتهم الاتنين في صينية فيها مية سخنة، وهندخلهم الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. ما تزوديش درجة الحرارة، هياخد تقريبا حوالي 35-40 دقيقة. طلع بقى هو الجمال ده. دخلت الصغير التلاجة والكبير حطيت عليه الجيلي، تنزليه كده بقى على معلقة علشان ما يعملش ايه اي ثقب في الكريمة. وطبعا الجيلي بارد خالص. ودخلته بقى التلاجة لحد الجيلي ما تماسك كده وبقى جميل. حطيته في المية السخنة تاني علشان الكراميل يفك وينزل معانا يبقى سايل شوية. اعملي صينية قديمة زي كده للحمام المية لأنها بتغمق الصواني لما بنعمل حمام مية في صينية، فخلي صينية قديمة قوي عندك للإيه، لتسوية الكريمة. قلبت بقى أول واحد أهو جميل قوي، والتاني قلبته كده بعد ما حطيتهم بقى دقيقة في المية السخنة. طالعين متماسكين جدًا. أنا باقول لِك أنا استغربت أوي من فكرة العيش الفينو، وقُلت نجرّبها. طلعت حلوة هاعرضها لكم، طلعت مش حلوة أنا واخدة عهد على نفسي ما بانزّلش حاجة إلا إن كنت مقتنعة بيها، وطلعت حلوة أوي طعمها وشكلها. طبعًا من حيث الشكل أهو جميل أوي، من حيث متماسك أوي كمان، متماسك وفي نفس الوقت كريمي. من حيث بقى الطعم تحفة، تحفة فعلًا. أنا يعني الطريقة دي اعتمديها واعمليها بقى في رمضان. كمان اللي بالجيلي شكله جميل أوي، وهيعجب بقى الأطفال أوي كمان لأن هُم بيحبوا دايمًا الجيلي. وبألف هنا. ولو عجبتِك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.